القدام. أهلا وسهلا بكم معنا في قناة الليلة الجزائرية. اليوم راح نعمل معكم هذا اللي تاخت بالمكسرات، تقدري ديريها حتى مشروع بيع للمحلات اللي يبيعوا لاتاي ولا للمقاهي. كما راكم تشوفوا هي بالعجينة اللوز، عجينة تبغيزي باللوز والجوز. انا درتهم باللوز والجوز، كراميل وكريمة الكراميل. كراميل والكريمة الكراميل راح نخليها لكم في صندوق الوصف. ما تنساوش الحباب تعملوا اشتراك، وما تنساوش الجيم والبرتاج مع احبابكم، وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل وصفاتي. هذا كيفاش جات معنا من الداخل، شوفوا كيفاش جات. مباشرة للمقادير. بسم الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. راح نعمل معكم اليوم اللي صابلي ولا اللي طاقت بالمكسرات. عندنا هنا جوز ولوز، والعجينه كذلك راح نعملوها بالجوز، يعني الصابلي باللوز والجوز. عندنا هنا 220 غرام زبده، عندنا 3 مغارف، زوج مغارف يعني ملعقتين تاع سكر جلاس، عندنا ملعقتين تاع بيمو مطحون او بسكوي مطحون، عندنا 3 ملاعق يعني بودرة اللوز والجوز يعني مخلطين كيف كيف. عندنا هنا زوج كيسان، زوج كيلو 10 غرام فرينة، 210 غرام فرينة. راح نمزج كل المكونات. عندنا قليل فقط من الخميرة الحلويات، ما تكتريش هكذا. راح نمزج مليح الفرينة مع الزبدة، لازم نرجعوهم بودرة هكذا. راح نعمل نكهة لوز، تقدري ديري فاني، تقدري ديري فاني هكذا. وعندنا حبة بيض، هكذا ونجمع بها. كما تعرفوا الصابلي ما لازمش نعجنو عاطرك بصبعتينا هكذا البغيزي. هكذا شوفوا، ملازمش تعجنوها، تخلوها هكذا صابلي. راح نحطها في الثلاجة ساعة، لازم ترتاح معنا ساعة. هكذا ونرجع معكم. هذه العجينة بعد ما ارتاحت، عجينة بريزي باللوز والجوز. اول شي راح ناخذ كيس بلاستيكي
باش نحل فيها العجينة. راح ناخذ كمية من العجينة والأخرى نرجعها في الثلاجة. راح نحل هذه العجينة. راح نعمل كيس بلاستيكي آخر ونحلها. هكذا ونحلها. عندنا هذا الليمون، هكذا نقطع. وهنا راح ندير دوائر. عندنا شكلين، تحبوا هادو ام هادو، هكذا. وهنا راح نقطع شرائح طوال هكذا. ان شاء الله تكون مفهومه. هادوما هكذا. راح نوريكم فقط الطريقه كيفاش. هكذا ناخذ هذا الشريط هذا، راح نديرو هنا لداخل بهذا الشكل. هكذا باش تكون الفكرة تاعكم واضحة. شوفوا وراح نحطهم في الصينية. راح نكرر معكم وراح ندوروه هنا. شوفوا هكذا نضغط مليح على الدائرة باش يقعد هكذا. وهنا نقطع من الزايد. هكذا ونرفد من تحت بالطبع مع الدائرة. هكذا شوفوا ونحطها في الصينية.
راح نكمل كامل العملية ونرجع معكم. هكذا بعد ما ثقبتهم بالفرشيطة كما كنتوا تشوفوا راح ندخلهم للفرن يطيبوا ونرجع معكم. هذه اللي طاحت بعد ما طابوا معنا، شوفوا كيفاش طابوا. هادوما شوفوا كيفاش طابوا. المفروض هادوما يكون هذاك المول مثل هادوما، يعني مثل هذا المول. كاين هذا الشكل بزاف، كاين دائري، كاين مثلث، كاين كيما هكذا. هادو لي مول. انا كان عندي غير هادو مدورين، وهادوما استعملت هادوك لي مول الاخرى. عندنا هنا هذه هي الكريمه الكراميل، راح نخليها لكم في صندوق الوصف. الكريمه باتيسري، وهذه الكريمه كراميل. شوفوا كذلك راح نخليها لكم في صندوق الوصف. هنا عندنا المكسرات، جوز ولوز ولوز. اول شيء راح نعملوهم بالكريمه. تحبوا ديروهم غير بالكراميل فقط بدون هذه الكريمه. وراح ندير هنا المكسرات، نعمرها بالجوز واللوز. المفروض تخلوهم مدششين، يعني ما ترحوهمش، انا رحيتهم شويه. وراح ندير الكراميل من الفوق. هكذا. وراح ندير الجوز، نزينهم بالجوز هكذا. واحسب بحالة إكس يساوي صفر وبطريقتين مختلفتين. هكذا. وراح نزينهم بالكراس. راح نكملهم كامل ونرجع معكم. هادو مع بعض كملناهم، راح نشوفوهم في الطبق التقديم. هذه الوصفة، وصفة لي تارت بالكراميل، بالكريمة كراميل باتيسري والكريمة كراميل والمكسرات. شوفوا كيفاش جات معنا. ان شاء الله تعجبكم وتجربوها. ما تنساوش الاحباب تفعلون الجرس وتعملوا اشتراك باش يوصلكم كل يوم جديد مع ليلى. راح